طبق الفتة المصرية الأصيلة، طبق مبهر في الشكل وفي الطعم. لما تقدميه لضيوفك في العيد حاجة كده روعة على السفرة، أو قدمتيه كمان في أي عزومة حاجة تشرفك. عملناه النهاردة بأبسط وأسهل طريقة بشوية تركات بسيطة هتخلي طعم الفتة روعة. لسلق اللحمة هجيب حلة فيها مية على النار بتغلي بالشكل ده، وهجيب كيلو من اللحمة أو الوزن اللي تحبيه، وأي قطعية من اللحمة بتحبيها هنزل بيها في المية المغلية بالشكل ده. بدأت تغلي معايا كده اللحمة، هشيل أي ريمة بيضة على الوش بالشكل ده. هضيف للحمة بصلاية متقطعة 4/4، جزر متقطع حلقات، ورق لورا، حبهان، فلفل اسود حصى، ما بحبش احطه بودر عشان ما يغمقش معايا الشوربه، والمفروض يكون فيه كرفس بس هو مش موجود عندي. ده البوكيه جرنيه اللي بنسلق فيه اللحمه. يفضل في فتة اللحمه ان احنا نستخدم العيش البلدي. انا جبت العيش البلدي قطعته مكعبات بالشكل ده بالمقص. هديله رشه خفيفه كده من الملح، رشه خفيفه من الفلفل الاسود، بيطعموا لي العيش ويديهوله طعم حلو في الفته. هجيب كمان معلقتين زيت وارشهم عليه علشان اخلي الفته خفيفه مش تقيله. لو حضرتك عايزه تضيفي سمنه ضيفي، او عايزه تحمريه على عين البوتاجاز بالسمنه حمريه زي ما تحبي، بس كده بيبقى اخف واطعم. ادخله الفرن عشان يتحمص من وقت للتاني، هقلبه علشان ما يتحرقش. هنعمل صلصه الفته. هجيب حله على النار فيها معلقتين زيت كبار مع معلقه سمنه بلدي كبيره او معلقه زبده المتوفر عندك. هضيف عليها 5-6 فصوص من الثوم بالشكل ده. هشوح الثوم لحد ما ياخد لون ذهبي خفيف، ما تخليش لون الثوم يغمق علشان ما يمررش معاكي الصلصه. هاخد الثوم اللون الذهبي الخفيف ده، هنزل عليه بربع كوبايه من الخل، هنزل بنص كيلو من عصير الطماطم، هنزل عليهم بمعلقتين من الصلصه علشان يعزز اللون والطعم. هتبل الصلصه ملح، فلفل، معلقه صغيره من السكر عشان الحموضه بتاعت الصلصه. هقلبهم واسيبهم يغلوا ويتسبكوا معايا. سبكت معايا الصلصه بالشكل ده، عايزينها قوام متوسط كده، مش عايزينها لا تقيله ولا خفيفه علشان يكون طعمها حلو. هنعمل الرز بتاع الفته، ومعروف ان رز الفته بيكون رز ابيض، رز مصري. انا جبت 3 كوبايات من الرز المصري، غسلتها كويس وصفيتها من الميه، بقت معايا بالشكل ده. حطيت حله على النار، حطيت فيها معلقتين سمنه بلدي كبار على معلقه زيت، سخنوا معايا. هنزل بالرز عليهم، هشوح الرز في الماده الدهنيه اللي عندي عشان تتغلف كل حبايه من الرز بيها، علشان الرز ما يعجنش ويطلع مفلفل مع رشه من الملح رشه من الفلفل، بيطعموا الرز ويخلوا طعمه حلو. لكل كوبايه رز مصري كوبايه ونص من الميه المغليه. دول 3 كوبايات، انا هضيف 4 كوبايات ونص من الميه المغليه بالشكل ده، وكل رز على حسب نوعه وما بياخد من ميه. بيغلي معايا الرز بالشكل ده، هدوقه واظبط الملح بتاعه. هغطي الرز لحد ما يتشرب، وبعدين اهدي النار واسيبه يكمل تسويته. استوى معايا الرز بالشكل ده، شايفينه مفلفل ازاي ومش معجن؟ كل ده بسبب التشويحه اللي احنا عملناها في الماده الدهنيه الاول. خلصنا كل مكونات الفته، يلا بينا نحمر اللحمه. طاسه على النار فيها معلقه سمنه بلدي حلوه كبيره، وانزل فيها اللحمه تتحمر. اديها رشه من الفلفل ورشه من الملح عشان نطعم اللحمه. ده العيش بعد ما اتحمر وطلع من الفرن، حاجه كده تحفه. هبدا بالعيش الاول. ادي الشوربه اللي احنا حطينا عليها شويه من الثوم بتاعها، هحط عليه مغرفه واحده بس علشان ما يطراش معايا، انا بطعمه بس. هحط كمان عليه معلقتين من الصلصه.
هنغرف الرز بالشكل ده. هضيف عليه الصلصة بالشكل ده. هضيف اللحمة بعد ما حمرتها. وكده طبق الفتة بتاعنا بقى جاهز. احلى واطعم فتة، الفتة المصرية الاصيلة، حاجة كده روعة، طعم وريحة وشكل مفيش بعد كده.